هانز فليك مدرب سيء لبرشلونة، لكنه يتحامى في جنونه وأفكاره الهجومية. الأفضل كان تشافي. لا، بل تشافي كان السبب وراء تدمير برشلونة، وفليك يحاول إصلاح ما أفسده المدرب الإسباني. المركز الثالث في الدوري الإسباني، المسافة بينه وبين الرابع بلباو أقرب بكثير من المنافسة بينه وبين المتصدر والوصيف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد. وصفته دوري الأبطال، ولكن باستقبال 11 هدفا في 7 مباريات، ومستوى دفاعي ينذر بالخروج مع مواجهة أي خصم قوي في الإقصائيات. هل يعد هذا موسما ناجحا؟ فوز بكأس السوبر الإسباني وانتصار برباعية وخماسية في الكلاسيكو، كسر شوكة بايرن ميونخ والمنافسة على صدارة دوري أبطال أوروبا. هل هذا هو برشلونة تشافي الذي أصبح ريال مدريد عقدته وفقد قدراته على المنافسة أوروبيا؟ صحيح، يفوز فليك بالمباريات الكبيرة ويلعبها بشكل جيد، ولكن هل تكفي المواعيد الكبرى لتحقيق البطولات؟ لا يمكن أن يضيع الفريق النقاط بهذه الطريقة ويلعب بطريقة مغامرة تجعله عرضة لاستقبال الأهداف إذا أراد المنافسة على الألقاب. هو معذور في موسمه الأول الذي يصلح فيه فوضى تشافي التي تحدث عنها اللاعبون، وأكدوا أنهم لم يكونوا يتدربون بما فيه الكفاية بسبب الطاقم التدريبي المتواضع الذي جلبه تشافي معه بناء على الثقة، واختار شقيقه ليكون معه كمساعد بدلا من البحث عن اسم قوي. ولكن لا تنسى أن تشافي في موسمه الأول الذي بدأه من المنتصف صنع ثورة حقيقية في الفريق ونافس به على لقب الليغا، ثم فاز على ريال مدريد برباعية، وفي الموسم التالي فاز بلقب الليغا بقوام أضعف بكثير من ذلك الذي يمتلكه البارسا حاليا. ولكن فيما بعد ماذا حدث؟ انهار كل شيء. يمكنك المقارنة بين معدل نقاطه في المواسم التالية لمعرفة كيف انهار الفريق بوجوده. إذا قمنا بهذه المقارنة سنكتشف أن أضعف مواسم تشافي في الدوري الأول كانت أفضل من موسم فليك الحالي، لأن أسوأ مواسم تشافي حقق فيها 41 نقطة في الدوري الأول مقابل 38 فقط لفليك في الموسم الحالي في نفس المرحلة. هذا صحيح، ولكنها ليست النهاية. فليك الذي استعاد هيبة الفريق الأوروبية وحل المشكلات البدنية، وهذا ما ينذر بتحسن النتائج. حين تتحسن يمكننا تفضيله، لكن إلى غاية الآن الكفة تميل لصالح تشافي، لكننا سنحتكم للجماهير، فمن تفضلون؟ هانز فليك الذي استعاد هيبة النادي الكتالوني بعدما فعله تشافي وإدارته. تشافي الذي حقق مع برشلونة لقب الليغا بقوام ضعيف.